السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا وكل الهلا بيكم، يا رب تكونون بألف خير والصحة والسلامة. اليوم إن شاء الله راح نسوي طريقة عمل الطرش الأحمر، بما إنه ما شاء الله المواد متوفرة بالسوق وباعوا شلون فريش، وهي تسوي واهز إنه واحد يشتغل بيها ويستغل فترة وجودها ويسوي أكثر من نوع من الطرشي. نبدي بسم الله. طبعا هذه الطريقة طريقة سريعة، نسبق وأن نزلت لكم بس تطول. هاي طريقة سريعة، يوم وثاني يوم تبدون تاكلون من عنده. المكونات هاي هنا عندي هذا الشلغم، وعندي هذا الشوندر، وعندي هنا لهانة. اللهانة ضروري تختاروها، يعني أنا يومين أدور على هاي اللهانة. أكو لهانة تصير مال ثرم، يعني مو مال طرشي. هاي اللي تصير هيك ثقيلة، يعني من نشيلوها مو مفشفشة. احنا العراقيين نقول مفشفشة يعني خفيفة، تكون هيك ثقيلة يلا تصير خفيفة الذوب بالطرشي، ما تظل متماسكة. فهذه هي أحسن نوعية. واللي أحتاجه بعد هنا أنا عندي قرنابيط، وهنا أنا عندي هذا طرشي ثاني راح أسوي أصفر اللي هو بالخيار واللهانة. بعد من ضمن المكونات هذا الملح، لازم يكون هذا الملح الخشن اللي يكون خالي من اليود، لازم يكون ملح خشن. وش احتاج هذا الخل، هذا الخل للخيار، بس للخيار، للأحمر ما نحط هذا الخل التمر. هذني الأنواع متاحة للخل الأحمر، سواء خل تفاح أو خل عنب أو خل أبيض، كلهن هذني يشتغلن للطرش الأحمر. راح أقطع المواد كليتها وأرجع لكم. هذا الشلغم قطع بهالشكل هذا، تحبون تقطيع بهاي القطاعة هذه أو بالسكينة عادي، بس يكون هذا السمك مالتها، يعني لا تسووها كلش رفيعة والذوب، أو تردون هالشكل عادية. الخيار لكم. وهاي اللهانة أقسمها من هنا، هاي منها بالنص بهالشكل هذا، بهالشكل هذا أقسمها، وبعدين هذا النص أرجع أقسمه نصين، وبعدين بهالشكل هذا، وبعدين هذا أبدي أسويه بهالشكل، يعني باعوا من تفتحوها تطلع مقسمة بهالشكل هذا أقسام. فاهم نفس الشيء، أقسمها نصين. ضروري تكون هيجي، يعني تكون مليانة هيجي. أكو نوعية فارغة ما تخدمكم بالطرشي. أتمنى منكم اللي وصل ويانا لهالمرحلة إنه يتفاعل ويا الفيديوهات اللي ننزلها، يخلي لايك، يشارك المقطع، اللي ما مشترك يشترك، حتى تشجعوني إنه أنزل لكم هواي شغلات. إن شاء الله راح ننزل لكم طريقة اللهانة الحمراء، نكبسها بطريقة كلش حلوة، إن شاء الله هم تستفادون من عندها. بالنسبة للقرنابيط من هنا نفتحها من المكان اللي مال الزهرة مالته، التجمع مالتها هالشكل هذا، حتى تطلع عندنا الوردات متماسكة وما تنفل. هالشكل. تحبون أصغر ممكن الوحدة تسووها 2 بهالشكل هذا، الوحدة تصير. هاي الشوندر تحبون هالشكل تقطعوه، ومو مهم السمك مالته، لأن احنا الشوندر هو الشيء الوحيد اللي راح نسلقه. وتحبون بهاي القطاعة بكيفكم، بس باع الحمار مالته شلون يخبل، كلش حلو الحمار مالته. هاي المواد كلها غسلناها غسل نظيف، وابدي املحهن هالشكل هذا، ابدلهن هيك ملح، هذا الملح الخشن، بين ما نسلق الشوندر. بس الشوندر عندنا ينسلق، كل المواد احط لهم ملح بهالشكل هذا، بس على بال ما ينسلق عندي الشوندر. يعني هذا الشوندر خلينا له كمية من المي، هو الوحيد اللي ينطبخ، راح نخليه على النار. يعني هذا الشوندر بعد شلون صار، بعد لونه قد حلو وتقريبا مستوي، يعني تقريبا مستوي 3/4 الاستواء، يعني بعد له شوية ويستوي. هذا هو أطفيه، وهسه أبدي أحضر الطرشي ماله. هذا بالوقت اللي استوى عندنا الشوندر، بعد الشلغم شلون ذبل بحكم الملح اللي خليناه، وذب المي مالته كليته. هذا المي يصير مر، فراح نغسله غسله زينه، هو وباقي المواد كليتها اللي ذبلت بالملح، ونطبق. يعني راح نبدي ان نصفط المواد كليتها. الشيشه ضروري تكون مغسوله ومعقمه، عقمتها بمي حار،
والمواد كلها مغسولة. أهم شي النظافة بالطرشي حتى ما يخرب عندكم. هسه أبدي أصفط بيه. أول شي أنزل اللهانة، بعدين الشلغم نسويه مشكل حتى نريد نطلع من عنده يكون طلعه مشكل. والقرنبيط كمية من الشوندر بهالشكل هذا، يعني اسويه على شكل طبقات. ما طولي اخلي طبقات، اضغط بهالشكل هذا حتى اطلع الهواء من عنده. طبعا الشيشة صار بيها بخار لان احنا عندنا الشوندر حار، وهو هذا اللي راح يخلي الطرشي عندنا يستوي ثاني يوم، يعني تقدرون تاكلون من عنده. أنا أكثر باللهانة لأن إحنا كلش نحب اللهانة بالطرشي، وأستمر هالشكل إلى أن أخلص الطبقات. آخر شي أغلق باللهانة حتى ما تدخل لي أي هواء للشيشة. وأبدي إيش راح أسوي هسه؟ راح أخلي خاشوقتين مليانات من الملح الخشن لي فوق. هذه وحدة وهذه الثانية. وأبدي أحسب بالنسبة للخل. قلت لكم أنا راح أستعمل خل التفاح أو خل العنب أو خل أبيض، وإذا حابين تخلطون من الكل عادي ماكو أي مشكلة. بهذا الجلاس راح أحسب الكل. هذا جلاس، بسم الله الرحمن الرحيم، ضروري تسمون. كل جلاس راح اخلي مقابله جلاسين من المي مال الشوندر. هذا جلاس مال الشوندر، الكل جلاس خلينا مال خل راح نخليه بسم الله الرحمن الرحيم جلاسين مال الشوندر. هذا واحد، وهذا الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. باع لونه ايش قد حلو، شوف لونه سبحان الله. هذا بعد احنا استونا خاليه. نرجع نحط الى ان تنترس، نرجع نحط هذا كوب من الخل. وطبعا مي الشوندر يكون حار، هي هاي الحرارة اللي راح تطبخ لي الطرشي بحيث ثاني يوم نقدر ناكل من عنده. هاي هنا أنا خليت خل أبيض حتى أقولكم لا تتحددون أي نوع خل عندكم لهذا الطرشي، ما عدا خل التمر لا تحطوه. هسه لي فوق راح أخلي هاي الخاشوقة الثالثة مالت الملح، تكون كمادة حافظة إله. باعوا شوفوا شلون لازم تنترس، كلش تنترس لعينها. باع لونه ما شاء الله، وهو بعده استونا دا نشتغل بيه. نسده بإحكام، نسده بإحكام بهالشكل هذا، وبعدين نقلبها حتى أضمن إنه كل المواد والملح يصير ويا الكل بهالشكل هذا. فد ساعة وأرجع أقلبها. بالنسبة للطرشي الخيار، هذا عندي الخل، هذا خل البدوي، هذا خل مال التمر، الكل بطل من الخل عليه بطلين من المي، نفس البطل داقيس راح احط مي اكاسره بالمي. هذا بطل اول بسم الله، وهذا البطل الثاني، البطل الثاني نفس الشيء احط مقابيل 2 ماء. هذا اول بطل، شفت الكمية هواية صارت عادي، راح اخلي 3 مي و2 خل. هسه بمجرد انه فار عندي الخل ايش راح اخليه؟ راح اخليه له 3 خواشيق. هاي الخاشيق مال الاكل مليانة من الملح
الخشن اللي ما بيض. بسم الله الرحمن الرحيم. وش راح اخلي؟ راح اخلي خاشوقة هذه من الكركم، العفو هذه كاري وهاي الكركم، خاشوقة اكل. اخلطهم هالشكل بكل زين حتى يذوبون. ابدي انزل الخيار واللهانة. هسه هني نطفيه ونبدي ننزل الخيار واللهانة. ننزل الكمية كلها ونغطي ونتركه الى ان تذبل المواد كلها ونفرغها بالشيشة اللي رايدين نفرغ بيها. هسه قلبه كليته حتى ياخذ كليته من الملح وهاي البهارات اللي خليناها. واخر شي هذا طبعا ثاني يوم يناكل، بس نشيل القبع عنا نلقاه شبه مستوي. وهذا الطرشي مالتنا من بعد ما برد، بسم الله ما شاء الله. بعد شلون هذا يعني استوى هو بنفس اليوم. شوف اللون مالته وطريقته ولا اروع. هسه نخليه بحافظه ونخليه بالثلاجه ونستعمل من عنده. هذا بما انه برد فماكو مشكله نحطه بالبلاستيك. هذه تفرغوا بهالشكل هذا وينغلق وينحط بالثلاجه، تبقون تاكلون من عنده كل شي معه. وهذا الطرشي مالتنا باع اللون مالته شلون جمال باعوا، يعني ما يحتاج لا اسبوع ولا ابد. طرشي سريع واللون والطعم ما احكي لكم عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان ماخذ حمار حلو، ما يحتاج الوقت. يعني هذا الطرشي كلش سريع، يختلف عن الطرشي اللي سويناه ذاك اللي ياخذ وقت اكثر. شوفوا الوانه شلون ماخذ اللون كليته، يعني في الطريقه ولا اروع. طبعا راح افرغه كليته واحطه بالثلاجه ما عليه شيء، لان كميه كبيره ما راح تستهلكوها بنفس اليوم ابد، ما عليها شيء. تحطوها بالثلاجه وتاكلون من عندها بألف صحه وعافيه ان شاء الله. يا ربي تكون الطريقه عجبتكم. اذا عجبتكم حبايبي لا تنسونا دعم القناه بلايك واشتراك ومشاركه المقطع بين الاهل والأصدقاء. دمتم في حفظ الله ورعايته، مع ألف سلامة.